يعني بدك تتمرن كتاف اليوم، مو عارفان شو بدك تتمرن يا كوع. حنبلش مع بعض واحد واحد، يلا. نبلش بورم اب بالسايد شولدر على الكيبل المشين. كما شايفين نزلت على الاخر تقريبا، او فينا نرفعها شوي مثلا. حديت هون مثل هدول الفهمانين اللي بيقول لك اذا جبتها من هون الرينج بيختلف. عمي تمرن، بس تمرن، انزله بس على الجيم. عبلش ورم اب هون على المشين، بعمل 15 عدة كل طرف. هذا التكنيك. السرعة لازم تكون خفيفة بالنزلة، سريعة بالطلع، شوي شوي. نرجع نعمل الطرف الثاني طبعا هيك بالميل بتوقفوا. التمرين الثاني حيكون شولدر بريس، تمام. هذا بعد ما بلشنا الحماية بتفوتوا على الشولدر بريس. الاوزان كمان هنضل ننوه عليها، انه مو ضروري انت كمبتدئ تبلش بوزن عالي، عادي فيك تبلش باي وزن، وزن خفيف، وزن متوسط، بس المهم تطلع بالتكنيك الصح اللي هو هلا رح اورجيكم اياه بالفيديو. طب اول وحده طلعتوا فيها، طب الثانيه ايدكم ما بدها تكون هيك مفتوحه، لازم يكون في شو زاويتين بالكواع، مو هيك هيك. تطلع اب اول اب. يلا واحد، شوفوا إيه. التمرين اللي بعده حيكون الخلفيات. هنعمل على الماشين هاي اللي اسمها بيك ديك. حترجعوا على الاخير، ابتعدوا، بده يكون وشكن والشغل تبعكم مستوى الماشين، مستوى هون. هلا انا مثل ما شايفين على الكرسي مستواي مو نفس المستوى، فلازم نزل تمام. هيك صار شو مستوى القبضة اللي بدي يتمشى، واقف شكل مستقيم هيك، والكوع تبعي مو مفتوح كتير ولا هيك، بالنص يعني بين البينين. ما تكونوا دائما يا فاتحين على الاخير يا عاملين هيك، لا خليكم بالنص. يلا يا رب. بتهدي، بتنزل شوي شوي، وصلت تحديت هون وبتنزل شوي شوي. اهم شي التكنيك يا جماعة، انا عم بعطيكم شي من الاخر. الحركة اللي بعد الكتاف رح تكون على هذا المستقيم، تمام. وزن خفيف، توقفوا بالعكس، تشدوا لقدام، بتطلع لحد هون، بس بتثبتوا شوي وتنزلوا شوي شوي، بس 2 3 4 تعملوا 3 ريبس. وبالنسبة للتمارين اللي قبلها، إذا ما ذكرت عدد التكرارات والمجموعات رح أكتب لكم إياها بالكابشن، ما تاكلوها. التمرين اللي بعده كلنا بنعرفه، السايد ريس. عم نقول له رفرفة، تحليق، كمان وزن ثقيل ما بدنا، لأنه البوز حتكون بالطريقة. وقفت هيك، ثبت بنزل، ثبت تنزل، مو يا واحد خلصتوا ترجعوا الأوزان لمحلهم يا كواع. التمرين اللي بعده حنرفع البكرة لفوق ان شاء الله ما يجينا وجع بطن. حنرفع المكان على الاخير وبنجيبه شو، بنجيب الحبلة الروب
هاد تحطوه وين؟ ترجعوا خطوتين لورا وبتشدوا مو لهون، لفوق لأعلى الراس، وبتفتحوا 1 2 هيك، بتثبتوا شوي شوي وبتنزلوا. يلا ثبت، تنزل. حلو، ثبتنا، نزلنا شوي شوي. أهم شي تثبيت هون، شوي شوي تنزل. تمام. هذا التمرين كمان دفعتين 12 12. اللي بعده حيكون على البنش. هتجيبوا البنش تخلوه مرفوع من هون. تمام. شافتني ولا شافتني؟ نزلوا البنش لهذا الحد. تمام، بحيث تكونوا رجليكم داقين بالأرض وصدركم برا، مو هون، برا هون. هنعمل الحركة هلا وبتعرفوا ليش الصدر لازم يكون أعلى. نجيب العشرات. أنا حبلش بال10 كيلو which is very يعني كتير منيح كبداية. تمام. شفتوا رجلي وين؟ رجعون لورا. بدي بثبتهم على الأرض. اللي بدكم إياه المهم اعملوا التمرين. تمام. هنبلش. تعملوا هيك، تطلع لحد الجناب، الجناب مو لورا، ايديكم مو لورا. الطلعة بدها تكون على السايد، على الجناب. إذا أنا طلعت بسرعة، مقاوم بالنزلة شوي شوي. حاول يعني تمشي الوزن ولا تخليه ينزل بسرعة. طلعت بسرعة، انزل على مهلك، مقاومة هي اسمها. تمام. آخر تمرين راح يكون هو الترابيز. أنا بس ألعب ظهر أو كتاف بشغل الترابيز ضروري. جيبوا الوزن، ما بتقلوا أوزان. هذا بده كمان يعني بده تقل وزن بس مو كتير اوفر، لانه بدنا نعمل سكويز، نهدي فوق وننزل شوي شوي. انا حبلش ب30. تمام. وقف بالطريقة من قدام، بشد لورا، ابرخ شوي شوي. هاي الحركة بدي اياها؟ لا، شد لورا، ما عم شد لجناب، شد لورا. هيك بنكون خلصنا تمرينة كتاف عالمية. يعني خلصوا تمرينة الكتاف. بتحبوا تمرنوا مع بايسبس تمرنوا، ما بدكم مع تمرنوا مع بايسبس تمرنوا مع ترايسبس، اعملوا معدة، اي شيء. المهم حركوها، حركوها ها يا كواع.